السلام عليكم إخواني إخوتي. اليوم الموضوع ديالنا هو تحول شركة ميديتيل إلى شركة أورانج الفرنسية، أو بمعنى أدق هو سيطرة الشركة الفرنسية على جميع أسهم شركة الاتصالات ميديتيل. في هذا الصدد الشركة ديال أورانج حاولت تثير الانتباه ديال المغاربة أنها موجودة ودخلت ودات بإشهار ديال الزغاريت باش تثير الانتباه ديال المغاربه انهم كانوا كيتسناو شركه اورانج هي اللي غتحيد لهم الازمه ديالهم وغتزيد لهم في الاقتصاد ديالهم وغدير لها مصانع وغتبني طرقان والشوماج غيخدموا، يعني بطريقه صراحه بطريقه غير راقيه بالزغيت، وان المغاربه ولاو اورانج. يعني هاد الشيء كتبين الشركه ان المغاربه نيت غيولوا اورانج باش يلا يتعصروا مزيان. بحال المغرب كان جزيره منعزله وجات اورانج هي اللي غتعتقو باش يولي يقول الو. راه عيب 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 اشهار بحال هذا كيدار في المغرب وحنا على صدد الدخول في 2017. راه الناس اللي عاملين الاشهار كيستحمروا المغاربه وكيسحبوا المغاربه، راه مكلخين ومجلجين انهم ما كيعرفوا حتى شي حاجه. ندير لهم اشهار بحال هذيك وزخرتو حشومه وعار يدار المغرب اشهار بحال هذاك. وبحال هاد الشركات الاجنبيه من هذا النوع هما شركات كيجيو باش يعرضوا الخدمات ديالهم فقط، وما كنظنش الخدمات ديالهم تختلف على الخدمات اللي موجوده هنايا. وما عندنا علاش نديروا هاد البلبله كلها، ماشي هي شركه جايه تبني مصانع وتصايب لنا طرقان وتخرج المغرب من الازمه ديالو. شركه جايه تاكل حتى هي وتعرض خدماتها فقط لا غير. ما كايناش هاد البلبله كلها وهاد الزغريت كلها. حنا راه ماشي بوحدنا، حنا راه غندخلوا في 2017 وكاينين الناس برانيين وكاين الناس جيراننا كيشوفوا امور بحال هادشي وعيب يشوفوه وحشومه يشوفوه. وتا الناس العاملين بهاد الاشهارات خاصهم يعرفوا انهم راه كيتعاملوا مع ناس مع بلاد راه فيه ناس واعيين وفيه ناس كيعرفوا ماشي كلشي مجلج وكلشي مكلخ. وكنتمنى من الشعب المغربي يوعى ويعطي لهاد الحوايج الصغار قيمه. راه عندهم قيمه واخا هما كيبانوا لك حوايج صغار ولكن راه عندهم قيمتهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.